السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه القصة راح نتكلم عن سامانثا وولفر من مواليد 1989 في ولاية تكساس في أمريكا. وسامانثا هي أكبر أخوانها الثلاث، وكان عندها حلم إنها تصير في يوم من الأيام أم وتصبح أيضا مشهورة. طبعا حلم سامانثا في البداية كان تبي تصير مشهورة، بس مو على اليوتيوب، لا، كانت تبي تصير ممثلة مشهورة. مع مرور الأيام أكبرت سامانثا وحققت حلمها الأول، وبالفعل أصبحت سامانثا أم وهي في عمر 19 سنة، وجابت طفلين توأم، وانتهت علاقتها بزوجها بعد فترة قصيرة من ولادتها. لكن في سنة 2008 تعرفت سامانثا على شخص آخر يدعى أرني إيبارا، ومع مرور الوقت تطورت علاقة سامانثا مع أرني وارتبط فيها بشكل رسمي، وبكذا قرروا إنهم يعيشون مع بعض. أرني إيبارا كان من مواليد 1985 ميلادي، وكان معروف بين الجميع انه خلوق ورزين، وايضا كان عنده حسن معاملة مع الناس. وبعد ما تزوج من سامانثا قرر انه يعطي اسمه لاطفال سامانثا، وايضا قال انه راح يكون اب لاولاد سامانثا. وبعد مرور سنتين على معرفتهم ببعض، فجأة هنا تذكرت سامانثا الشهرة بعد سنتين من زواجها من إرني. سنة 2010 قررت تحقيق الحلم بعد انشغالها فترة عنه، وهنا راحت لقناتها على اليوتيوب وبدأت بتنزيل فيديوهات قصيرة، فيديوهات تافهة، فيديوهات أي كلام بس تنزل على اليوتيوب، وبعض المرات تصور حياتها الخاصة أيضا وتنزلها على اليوتيوب. ولكن سامانثا ما لقت تفاعل على قناتها بسبب المحتوى اللي كانت تنزله، وأيضا بسبب تصوير الفيديوهات. وهنا سامانثا قررت إنها تركز على أولادها، لكن إرني زوجها كان رافض هذا التصرف، وكان إرني يرفض إنها تصور الأولاد وتنزلهم على اليوتيوب. قال لها صوري نفسك انتي مو مشكلة، لكن الأولاد لا تنزلينهم على اليوتيوب. طبعا إرني كان مهتم بعائلته، عكس سامانثا اللي كانت مهووسة في قناتها، وكانت تنشر الفيديوهات على اليوتيوب بشكل مستمر. وبسبب هوس سامانثا وإهمالها لبيتها زادت المشاكل بينها وبين إرني، وطلب منها إرني أيضا إنها تبحث عن وظيفة وتساعده في مصروف البيت، لأن إرني كان شغال في وظيفتين شغال فيها في النهار وفي الليل، كله علشان يوفر احتياجات عائلته. المهم بعد إقناع إرني لسامانثا إنها تترك اليوتيوب، وطبعا بسبب رفضها وبسبب المشاكل اللي حصلت بينهم، علشان هذا الشيء قرر إنه ينهي علاقته فيها ويتركها. وبالفعل تركها وطلع من البيت، لكن إرني استمر بمصروف أولادها، سبحان الله. وفي هذه الفترة سامانثا طبعا سوت حادث وانكسرت رجلها، وما كانت سامانثا تقدر تتحرك، وصار صعب عليها إنها تنتبه لأطفالها، خصوصا إنه صاروا أولادها 6، 2 من الزوج الأول و4 من إرني. وهنا إرني كان قلبه طيب، وقرر إنه يرجع مرة ثانية البيت ويعيش مع سامانثا عشان يخلي باله من أولاده. وخلال هذه الفترة تحسنت علاقتهم مع بعض، ونتج عن هذه العلاقة طفل سابع أيضا. لكن رجعت هذه العلاقة مرة ثانية وتدهورت بينهم، خصوصا بعد ما زاد عدد الأطفال وزادت المسؤولية عليهم. أيضا رجعوا في الخناق والمشاكل، ورجع مرة ثانية إرني يزن على سامانثا إنها تساعده،
سمانثا هنا حست انه ايرني بيقيدها بأوامره، يبي يلزمها بشيء هي ما تبيه اصلا. وهنا في هذا الوقت بدأت سمانثا تطلع اشاعات على ايرني وانه يعاملها بعنف، وراحت الى مركز الشرطة وقدمت بلاغ على ايرني بالتعنيف. ومع هذا ايرني ما تركها. وفي بداية سنة 2015 راحت سمانثا وزارت واحدة من صديقاتها، وأثناء حديث سمانثا مع صديقتها بدأت سمانثا بانتقاد زوجها إيرني وإنه هو سبب عدم شهرتها على اليوتيوب. وفي أثناء حديثهم كان جالس معاهم حبيب صديقتها، وحبيب صديقتها هذا نصحها إنها تتخلص منه بتلفيق تهمة مخدرات لإيرني. وهنا سمانثا وافقت بدون تردد، وقال لها اني انا راح اكلم اصدقائي ونلفق تهمة مخدرات لإيرني ونسجنه. وهنا اجتمعوا صديقة سمانثا وحبيبها وسمانثا وأصدقاء صديق أو حبيب صديقة سمانثا. بالفعل هنا اتفقوا على انهم يلفقوا له تهمة مخدرات، لكن قبل يوم واحد من تنفيذ الخطة، وهو يوم 19/2/2015، واللي اقترح جوناثان على سمانثا انهم يقومون بقتل إيرني بدل تلفيق قضية المخدرات له. وقال لها لا تردين علي بسرعة، فكري، خذي راحتك، خذي وقتك حتى تقرري وبعدين كلميني. وقالت سمانثا لجوناثان في حالة اني اذا وافقت راح اخلي لكم باب البيت مفتوح. وطبعا ثاني يوم من اجتماعهم لما قرروا يقتلوا إيرني الساعة 1 الفجر، اتصلت سمانثا على والدتها وهي تبكي. طبعا قالت لها في أشخاص دخلوا عندنا البيت وضربوا إيرني وأخذوه معاهم. ولأن والدة سمانثا تعيش بعيد أو في منطقة بعيد عن سمانثا، اتصلت على أختها اللي هي خالة سمانثا وقالت لها روحي شوفي الموضوع عند سمانثا إيش اللي حاصل. وبالفعل توجهت الخالة إلى منزل سمانثا، واللي لاحظت إنه الباب كان مفتوح وما كان في أي آثار عنف على الباب. هنا دخلت الخالة ووجدت سمانثا مربوطة بشريط لاصق من الدانتيل وكان لونه وردي، وأيضا شافت إن أولادها كلهم نايمين عندها بنفس الغرفة، وهي الخالة عارفة إنه الأولاد كل واحد كان ينام في غرفته. هنا الخالة سألت سمانثا سؤال ذكي جدا وقالت لها انت كيف كلمتي أمك بالجوال وانت مربوطة كذا؟ هنا سمانثا ردت عليها وقالت لها انه انا دقيت الجوال بخشمي. صحيح، قالت لها دقيت الجوال بخشمي. طبعا مشت السالفة خالتها ولكن ما هي مصدقة أبد. وهنا خالة سمانثا على طول اتصلت بالشرطة. بالفعل وصلت الشرطة وبدأت التحقيق، وكانت أيضا ملاحظات الشرطة نفس ملاحظات خالة سمانثا. طبعا في تصريح سمانثا الأول قالت إنه في 3 رجال ملثمين هم اللي هجموا علينا ودخلوا البيت ضربوا إيرني وخطفوه معهم أخذوه. وقالت أيضا إنه ما تعرف الأشخاص ده، ما قدرت تتعرف عليهم وما تدري إيش الموضوع اللي بينهم وبين زوجها وما تدري ليش أخذوا زوجها. هنا الشرطة أخذت سمانثا معها إلى مركز الشرطة من أجل إكمال التحقيق مع سمانثا ويسمعون أقوالها. طبعا لما أخذوها الشرطة ما كانوا مشتبهين في سمانثا، وحتى إنهم مخلين سمانثا على راحتها. وأثناء تحقيقهم مع سمانثا قالت إنه التليفون مع إيرني، إنه جوال، لأنهم سألوها عن جوال إيرني فقالت إن جواله كان
معاه، ولما أخذوه الأشخاص ذولي جواله كان معه. فهنا الشرطة قالوا لها حلو، إذا كان جواله معه ممكن إحنا نتعقبه عن طريق جواله، وبكذا نعرف وين موجود إيرني. هنا حست سمانثا أنها جابت العيد، وعلى طول استأذنت وقالت إنها تبي تكلم أمها. طبعا طلعت سمانثا واتصلت على جوناثان اللي هو العقل المدبر للجريمة، وهنا قالت له بسرعة تخلص من تليفون زوجي قبل لا يتم القبض عليك، لأنهم راح يتعقبون التليفون. طبعا هنا استمرت الشرطة في التحقيق مع سمانثا إلى ثاني يوم الصبح، لأن الشرطة هنا كانوا حاسين إنه في شيء سمانثا مخبيته عنهم، لأنه كان أسلوبها غريب، وأيضا كانت تجاوب على أسئلة المحققين بطريقة ما هي كويسة، كانت تلخبط في الإجابات. طبعا استمر التحقيق، والساعة 9 هنا صباحا سمانثا غيرت أقوالها وقالت إنها تشك في بعض الأشخاص، والله وبالفعل قالت اسم جوناثان وأصدقائه. على طول هنا سمانثا باعتهم وقالت للشرطة ان هذول الثلاثة كانوا من اول وهم يبون زوجي ويبون يتمشكلون معاه ويبون يضربونه، لكن انا ما خليتهم. وهنا الشرطة القت القبض على جوناثان واصدقائه وجابوهم لمركز الشرطة علشان يتم التحقيق معاهم. وهنا بسرعة اعترفوا انهم خططوا علشان يخطفون ايرني ويقتلونه بطلب من سمانثا. وهنا سمانثا قالت انه انا مالي شغل وانا ما سويت اي شيء، وقالت انه جوناثان هذا هو اللي بيورطها معه في القضية. لكن في مركز الشرطة هناك كل الادلة كانت ضد سمانثا. لكن الشرطة ايضا هنا لما اخذت جوال سمانثا وفتشوا في الرسائل وجدوا انه في رسالة مرسولة من سمانثا الى جوناثان، واللي كان مكتوب في الرسالة انها تطلب من جوناثان انه يتخلص من جوال زوجها. في سنة 26 فبراير عام 2015 تم القبض على سمانثا وبشكل رسمي بتهمة التحريض على القتل وخطف زوجها إيرني. وأيضا تم القبض بشكل رسمي أيضا على جوناثان وعلى الأصدقاء اللي كانوا معه. وفي شهر إبريل سنة 2015 حكمت المحكمة على سمانثا بالسجن 93 سنة، وهذا كان بتهمة القتل العمد، وأيضا زيدوا عليهم 50 سنة بتهمة الخطف أو بتهمة التحريض، بتهمة التحريض. وتم الحكم على جوناثان وشخص ثاني أيضا اللي كان مساعده بالسجن لمدة 50 سنة. وأما شريكهم الثالث تم الحكم عليه بالسجن المؤبد لأنه رفض يعترف بجريمته. والله أنه المفروض كان ينحكم عليهم كلهم بالإعدام. وحسب التحليلات اللي صارت معاهم في هذه القضية من أطباء نفسيين ومن محللين، قالوا إن السبب اللي خلى سمانثا توافق على قتل زوجها هو إنها مهووسة بالشهرة، كانت تبي الشهرة، وإنه قصتها تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصير هنا حديث الإعلام والكل يتكلم عنها. المهم حبايبي كده وصلنا إلى نهاية قصتنا لهذه اليوتيوبر اللي تعتبر قاتلة. إلى أن ألقاكم يا أحبابي في قصة جديدة، إلى ذلك الوقت استودعكم الله في أمان الله.